السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبعاي ديال الفيديو يا سفلت من إيتا العالم تال مسستيني سفلادات إيتا العالم هنو نتبرا من المسامتيني سفل ما مستيني النقاب الحجاب دماين نسنا لكن اللي تنتني تاع العالم سفلداتات سفلدي الفيديوهات مساس هنا مساس جاوب اختار اللي تيجاوب غيرها سفلدات مزيان. المجتمع ديال البراءة ولينا اليوم كنسلموا باللي قات فين مشى الاحساس. المصافحه حرام، وجهك حرام، صوتك حرام، وسيدي ربي اللي خلقنا راه خلقنا سيدي ربي باش نجعلوا الحياه متوازنه. السلام عليكم. انا ما غاديش نجاوب هذه السيده هذه بصفه يعني شخصيه، حيت بالنسبه لي هي فقط ضحيه استغلال. جوابي للجهات وكذلك الاعلام اللي كيروج لهذه السيده هذه او بالاحرى لهذا الفكر هذا. والسؤال الاول هو علاش التيار الحدثي او الليبرالي ما قدرش يبني مشروعه الفكري بعيدا او بمعزل عن التيار المحافظ؟ علاش ضروري باش تقنعني انا كمخاطب تدخل التيار المحافظ وتدخل هذاك المفاهيم ديال التطرف وداعش باش تقنعني؟ نعم ممكن تقنع طفل صغير، طفل في الاعدادي، لكن انسان عاقل راشد ما يمكنش لما تقنعوا بهذا النوع ديال الخطابات ديال الحمام بحال كتقول لك علاش اللي ما نصافحوش، الله خلقنا باش نديروا توازن. واش دابا هذه جمله علميه باش تقنعني بها؟ ما يمكنش. الملاحظه الثانيه هي تبارك الله كيشوفوا النموذج، انت اللي كتهضري على كشف الوجه والصوت والمصافحه، ها انت كاشفه وجهك وكتصافحي، وشنو كتعمل؟ كتشطح القرد وكيشطح في مراكش. ما عندك حتى شي دور، ما قدرتيش تثبتي ذاتك بعقلك، تثبتيه بالجسم ديالك بالجسد. اذا هذا التيار هذا الليبرالي او الحداثي الا كان غادي يخرج لي نشطح ما عندي ما نعمل به، حيت كيشوفني جسد